يا جماعة، أهلا ومرحبا بكم. وأخيرا يا جماعة أنا رحت الأهرامات. أنا أخيرا يا جماعة رحت الأهرامات. أنا مصري على فكرة بالمناسبة، لو الناس مش أنت أول مرة تشوفني كده يعني. أنا مصري على فكرة، وأول مرة أروح الأهرامات. ولو سألت على فكرة 90% من المصريين هل عمرك رحت الأهرامات ولا لأ، هيقول لك لأ. لأنه طبعا الإجابة اللي تيجي في بالك في الأغلب يعني عامل زي فكرة بالظبط واحد طول حياته قدامه البحر، فأكيد ما بينزلش البحر كل يوم، هو زهق أصلا من البحر، فاهم؟ فهي دي نفس الفكرة. فانا اخيرا قلت بقى اجرب كده، باخد ايه التجربه. قلت اروح اشوف الاهرامات بتتكلم على ايه. انا عايز اقول لك التجربه كانت مسليه جدا، وهقول لك هي ليه كانت مسليه قوي، وامتى تخليها مسليه وامتى ممكن ما تبقاش مسليه لو انت ما عملتش اللي انا هقول لك عليه في الفيديو ده. فركز معايا كويس جدا. وبالنسبه لو انت مصري هتستفيد من الفيديو على فكره. بالمناسبه يعني الفيديو على فكره يا جماعه بالمناسبه بيدعم السياحه، تمام؟ فيعني بالبلدي كده حط لنا زرار اللايك عشان انت تستفيد وانا استفيد. بندعم بلدنا يا جماعه. سياحه سياحه عموما. انا صورت صور وفيديوهات برضك هنحطها في الفيديو عشان برضك تعرفوا معايا كل حاجه انا بحكيها. اتفرجوا معايا برضك صوره وصوت، صوت وصوره برضك يعني اقصد، عشان ايه؟ اتفرجوا معايا في التجربه دي. يعني هي التجربه كانت مسليه قوي على فكره، صدقوني 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 كانت مسليه جدا. فتعالوا مع بعض نحكي واقول لكم ايه اللي حصل. بصوا كده يا جماعه، احنا قبل ما نروح احنا كنا اربعه، انا واختي وقرايبي اللي هم اساسا مش مصريين، او هم مصريين بس ما اتولدوش في مصر، تمام؟ يعني خالي مصري، أنت فاهم؟ ودول عياله، بس هم ما اتولدوش في مصر وعمرهم ما نزلوا مصر وعمرهم اصلا ما سافروا، ودي كانت اول سفريه ليهم يجوا مصر. اول سفريه لحياتهم يخرجوا بره بلدهم كانت على مصر، تمام؟ ما بيعرفوش يتكلموا عربي بالمناسبه. فانا اللي بعمل كل حاجه بنفسي، للاسف للاسف انا اللي بعمل كل حاجه. يعني انا المترجم وانا اللي بوصل، انا اصلا اول مره اروح الاهرامات، انا ما بعرفش اي حاجه. المهم كنا قايلين ايه بلديا كده بالبلدي، يعني كنا عشان ما ايه نوفر برضك، فاهم؟ نجهز ميتنا وشربنا قبل ما نروح، يعني ناخد حاجاتنا من بره قبل ما نخش من جوه، عشان اكيد اكيد اي مكان سياحي بيبقى صار فيه غالي اكيد يعني. المهم فانا نسينا نعمل كده. نسينا. قلنا كده قبلها بيوم، ثاني يوم صحينا من النوم نسينا كل حاجه، ورحنا على طول من كتر ايه الحماس بقى وبتاع. عايز تشوف يا جماعه الاهرامات دي حجمها قد ايه. احنا اخرنا بنشوفها من بره، فاهم؟ لو انت بتعدي في مشوار في الجيزه او حاجه بتشوف الاهرامات من بره كبيره جدا جدا جدا، لكن هل انت عمرك دخلتها او كده؟ عمري ما شفتها من تحت يعني. انا حجمها قد ايه بالنسبه لها؟ طلعت عامله زي النمله حرفيا. المهم رحنا باوبر، تمام؟ فقبل ما ننزل في ولد كده شاب كده لطيف، مش كبير يعني، فكره شاب صغير كده، بيقول لي معاك اجانب ولا مصريين بس؟ فانا عملت له كده يعني، ما اعرفش هو فاهم ايه بالصراحه من قبل ما انزل من العربيه، لكن هو ما رضيش يسيبني. شو يشكر يعني. ما رضيش يسيبني غير لما يوصلني للشباك، تمام؟ فنصيحه من اخوك، لو معاك كريدت كارد روح الاهرامات بكريدت كارد، يعني اتصرف في اي كريدت كارد كده من معاك، تروح بيه الاهرامات، عشان هو شباك التذاكر محتاج الكريدت كارد، تمام؟ لو مش معاك هتخش برضه، تمام؟ انت بكتشف بقى هتخش ازاي. المهم دخلنا، ويعني كان الراجل طبعا ايه عمال يعرض علينا الحنطور بقى وبتاع. تشكر برضك احنا مش عايزين حنطور، احنا لسه داخلين، احنا لسه هيتعبنا نتعب الاول بعد كده بناخد الحنطور، تمام؟ عمال برضك ايه مش عايز يسيبني، بس انا قلت له شكرا يا عم وشاكرين جدا. مش فاهم انا بضحك ليه غير لما تروحوا. المهم اتصورنا صوره حلوه قوي 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 مع المتحف، مع الهرم الكبير، وانا عامل بايدي زي من ناسكم من فوق كده. اللي قال لي عليها على فكره الراجل بتاع الحنطور برضه، على فكره هو اللي قال لي كده. كان برضك كان بيعرض عليا برضك ان هو يصورنا بالكاميرا بتاعته. قلت له لا انا معايا كاميرا الحمد لله، هي اللي بصور بيها الفيديو دلوقتي دي على فكره بالمناسبه. كاميرا ديجيتال اللي هو الكاميرا احترافيه كده بقى، كان بقى والجو ده. على فكره كانت كاميرا حلوه على فكره، وفعلا اكتشفت انها كاميرا حلوه غير لما صورت بيها. انا اتفاجئت في الصور دي، هحطها لكم برضك في الفيديو. صور يا جماعه موبايل ما يعرفش يعملها، صدقوني موبايل صور تحفه. المهم طبعا كلنا صورنا، لكن انا طبعا هحط لكم صوري انا بس، انا مش هينفع اقعد صور الناس اللي معانا، لان هم حتى لو هم قرايبي ما اقدرش اعرض حاجه زي كده، لان هي ده فيديو خاص بينا بس يعني، فاهم؟ فصورنا مع المتحف، كانت صوره حلوه قوي انبسطت بيها جدا. بعد كده قلنا ايه نروح نشوف ايه ابو الهول. ابو الهول يا جماعه طبعا انت ما تقدرش تقرب له، يعني انت بتصوره من بعيد، لكن هو حلو. حلو في ايه؟ في الزحمه. هو كان زحمه اليوم اللي انا رحت فيه، كان زحمه. والمصيبه بقى الاكتر اليوم اللي انا رحت فيه ده يا جماعه، يا جماعه اليوم اللي انا رحت فيه ده يا جماعه، يا ريتني ما عملت كده. انا رحت، انا هحط لكم الصوره اللي انا حاطط، وانا حاطط دي فوق الاهرامات. انت لو خدت بالك انا رايح في عز الصيف. طب انت اللي خدت بالك انا لابس ايه؟ انا لابس هودي بكم، والجو كان ولع. كل اللي معايا طبعا لابسين نص كم عادي. لا بصراحه هو كله كان لابس كم الا انا. تمام؟ ليه بقى؟ لان اليوم ده انا اصلا ما كنتش ببيت في البيت، وما كنتش عامل حسابي اصلا اروح الاهرامات. فانا ايه بيت عند قرايبي وطلعت بالهدوم اللي انا كنت ببيت بيها. بس الحمد لله ان قريبي كان لابس هدوم تانية، هو قدرنا نتصرف يعني، هتعرف كمان شويه. الحمد لله. لو غير كده يا جماعه كان زماني انا كان زماني في تيست، تمام؟ كان زماني مت حرفيا، بامانه بقى لولا كده يا جماعه كان زماني مت في نص المشوار، لان كان فعلا كان الجو حر قوي قوي. فنصيحه مني روح بقى اخف حاجه تقدر تروحها، تمام؟ نصيحه يعني. طبعا هي دي مش نصيحه، ده بحاجه بديهيه، لكن انا نسيت، تمام؟ او مش نسيت يعني، هو ده ما كانش في ايدي يعني حاجه اعملها يعني.
وصحيح بمناسبه الميه بردك والاكل نسيت اقول لكم، واحنا داخلين طبعا احنا اول ما قطعنا تذاكر. بالمناسبه انت لو تحت ال 24 سنه ادفع نص تذكره الطلاب تحت ال 24 سنه بنفس الثمن، سواء اجنبي او مصري يعني. اول ما دخلنا افتكرنا ان احنا نسينا نجيب الميه. اول ما دخلنا يعني صباح الضحك، فاحنا الحمد لله قلنا اكيد هنلاقي جوه حد بيبيع ميه، اكيد يعني اكيد. فبسال صديقي المصري بما ان هو مصري زي كده، فبقول له بس الميه بقى وبتاع، ميه معدنيه الصغيره دي ب 6 جنيه، عايز اشرب ميه يا عم. يقول لي ايه، بلاش تعرفوا ثمنها، بلاش تعرفوا ثمنها، تمام، سيبك انت تكتشف انت الثمن بتاعها بعدين يعني. فابتديت اشتري وخلاص، لان طبعا انا محتاج ميه. انا قاعد اذكر ودخلت جوه نسيت. فايه، فالحمد لله جبنا ميه، ازازه الريد بول ب 150 جنيه. وطبعا انا ما بشربش ريد بول على فكره، انا كنت بس افسر بس، تمام. فقلت له شكرا، تمام شكرا. فاظن يعني في ده طلع جوه في سوق، انا ما كنتش عارف ان جوه في سوق يعني. انا كنت عمري متوقع ان جوه الاهرامات يبقى في سوق ميه وحاجات ساقعه وحاجات كده جوه. المشكله ان احنا لسه في الاول يعني، احنا ده السوق ده اصلا في الاول. انت عملتوها ازاي؟ انتوا ازاي عرفتوا الناس كلها بتنسى؟ انا فعلا نسيت يعني، هي فكره انا كمان نسيت. فيا جماعه ما تنسوش حاجات زي دي. تمام. فالمهم يعني راجل محترم كده لسه دخلنيش على الاهرامات، تمام. معاه جمل ايه، بص جمل عمال يقول لي طبعا القريبي الصوره بدولار، سيبك من ان هو بدولار او مش بدولار. قريبي قاعد بيتكلم معاه ويردوا مع بعض، يقول له لا انا في اوروبا مش عندناش دولار، عندنا يورو. واحنا اصلا قاعدين بناخد صور، احنا عمالين واقفين جنب الجمل وبناخد صور من تحت وظهرنا. هوريك، هحط لك الصوره برضه، هحط لك الصوره. الفكره ان الصور اللي بيصورني ما بيعرفش يصور، مش فاهم. لكن انا بعرف اصور. أنا ممكن احط لك صوره كده من الصور الحلوه انا بعملها، بس هخفي صوره ايه، هخفي وش الشخص اللي انا مصوره يعني. لكن انا بعرف اصور حلو جدا، لكن ما حدش بقى بيصورني، ودي كارثه. تمام. فانا ما عرفتش اخد صور حلوه بصراحه. لكن بشكل عام احنا خدنا صور جميله جدا مع الجمل، بسم الله ما شاء الله. هو عمال يرغي، وصاحبنا قريب يعني عمال بيرد عليه، لا ازاي ده انا عندي يورو مش دولار وبتاع. قاعدين بيتكلموا مع بعض كلام ملوش اي لازمه حرفيا، واحنا قاعدين بناخد صورتين كده. كلنا اتصورنا مش انا بس يعني، احنا كلنا صورنا، والراجل قاعد بيرغي. لما الراجل لا ما فيش مصلحه وبتاع، فايه قال ايه خلاص بقى يمشي، ماشي. بس حتى هو بيمشي خدنا صور برضه. خدنا الجمل من كل الاتجاهات، كل الاتجاهات خدنا فيها صور، ببلاش. المهم بعدها ايه، حلو قوي كده لحد دلوقتي كده ايه، ممتعه يا جماعه. حلو، ريحه الاهرامات دي ممتعه جدا لما تكون مع قرايبك او شباب. نصيحه ما تطلعش مع عيلتك، هي اكيد حاجه ممكن تكون تجربه ثانيه، لكن المتعه حرفيا كانت شباب بتكتشفوا مع بعض لاول مره، كلكم في سن بعض، فاهم، بتعرفوا تشغلوا دماغكم بقى وتكتشفوا بقى الهبوط بقى والاثاره ومش عارف ايه. المهم كان في تكييف، كان في اتوبيس اخضر كده من اللي هو موفر الطاقه، اللي هو بيحافظ على البيئه اقصد، مكيف وتحفه وجميل جميل يعني، جميل قوي. فاحنا قلنا ناخد الاتوبيس ده ونشوف هيودينا على فين. انا ما اعرفش ببلاش ولا بفلوس، مش عارف. انا بسال لقيته بيقول لي ببلاش، الحمد لله حاجه ببلاش اهي. خدنا اتوبيس ببلاش، اتوبيس تحفه على فكره، جميل جدا يعني، ده ما تلاقيش زيه بره. بره الاهرامات يعني. خدنا الاتوبيس ده دخلنا بيه جوه، غوطنا فيه جوه ايه، لحد بيقول لك ايه، منظر بانورامي. منظر بانورامي ده عباره عن 3 اهرامات واهرامات تانية صغيره كده. هو مش عارف قال لي 6 ولا 7 مش فاكر، بس انا اتصورت فيها برضك بالمناسبه، اظن يعني صورت، مش فاكر صورت ولا لا، بس انا متهيألي اتصورت. انا ما اعرفش هم حاسبين الاهرامات الصغيره دي اهرامات ولا ما اعرفش هم حاسبينها ليه مقارنه بالاهرامات الكبيره دي. المفروض يسموها عيال الاهرامات يعني، ما علينا. تقريبا كان في متحف اهرامات، هرم زوسر تقريبا، اللي هو اللي احنا كنا درسناه في الدراسات ده ولا ايه، مش فاكر بصراحه. تقريبا حاجه هم اهرامات صغيره مكسره كده غريبه، صغيره قوي 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 قوي. هم حاسبينها، مش فاكر بقى كانوا 6 ولا 7. صورنا في الصور دي، وطبعا طول المشوار الناس عمالين بيعرضوا علينا ايه، بكل ادب وكل احترام، عايز حصان، عايز جمل، تمام. واحنا بنطلب بنرفض بكل ادب، لا مش عايزين، شكرا شكرا حبيب قلبي، شكرا متشكرين. المهم يعني انا مش عارف ارد اقول إيه تاني صراحه. المهم قلنا بقى ايه، نرجع نروح انا كمصري هروح خلاص كده، مش هعمل حاجه تاني غير اتصورت وشفت اهرامات كبيره جدا وضخمه وحلوه قوي فعلا. فعلا ده السؤال اللي فعلا اللي اتسال، ازاي دي اتبنت. لكن طبعا قرايبي قالوا لا احنا عايزين ناكل بقى، مطعم بقى وايه، عايزين ناكل. انا جاي في دماغي اكله وبتاع، فايه اوف ده هيتكلف كام، ده انا معيش فلوس، انا كمصري انا معيش فلوس يعني بصراحه بقى. يعني انا هاكل بكام بقى وهاكل ايه اصلا. فقلنا ماشي، خدنا اتوبيس تاني رجعنا بيه على المطعم. على فكره الاتوبيس ده بيدخلك جوه، وفي طريقه برضه في مطاعم على فكره وكافيهات برضك وحاجات من دي. واحلى حاجه فيها، صورت بدك صور حلوه هوريها لكم برضه. احلى حاجه في الصور دي يا جماعه ان انت قاعد على المطعم والكراسي والاهرامات وراك، انت بتاكل وتشرب قدام الاهرامات حرفيا. المهم طبق فول من اللي هو الصغير ده، اللي هو على وانت كنت واقف على عربيه فول، بيبقى طبق صغير كده، طبق فول صغير، كل ده فاكر نفس الحجم على فكره. طبق فول وطعميه وسلطه واربع انواع جبن، تقريبا جبنه نستو تقريبا، وجبنه قريش، وجبنه
جبنه بيضه مش فاكر، هم 4 انواع جبن كده غريبه، انا ما اعرفش اسمائهم بصراحه ايه، لكن ال4 طعمهم حلو. تمام. الاكل كله طعمه حلو على فكره. على فكره الاكل نفسه معمول بطريقه فانسي كده، اللي هو تحس كده انت في مطعم راقي، اللي هو عارف انت حتى على طبق الفول حاطط لك طماطم كده، اللي هو ايه متقطعه كده شراطيف صغيره طماطم، متخيل؟ على طبق الفول. وعلى فكره كل حاجه متعمله باشكال حلوه، يعني هو الاكل شكل، يعني انت شايف الفطار المصري الطبيعي اللي انت عارفه ده عباره عن شكل تحفه، كانه فول طعميه فانسي. تمام. انا عارف انت انت الحاجات اللي بحكي لك دي انت مش هتفهمها، لان انت لما تسمع السعر انت مش هتاكل اصلا الحاجات دي. تمام. انا ذات نفسي عمري ما ادفع الحاجات دي في الحاجات دي، فاهم؟ بس هم طبعا اجانب وكده، هو بالنسبه لهم الحاجات دي ولا اي حاجه يعني. هسيبك تخمن السعر في التعليقات، او هقول لك في الاخر، هقول لك في اخر الفيديو احنا دفعنا كام. تمام. فايه وطبعا عشان اكمل لك باقي الوجبه، كان طبعا فطير اللي هو الفطير عادي بس سخن معمول فريش على فكره، وتبقى حتى العيش اصلا فريش، العيش نفسه عيش شامي وعليه حبان الاسود ده معمول فريش، لانه احنا فعلا لما طلبنا كميه اتاخرت قوي، ولما طلعت سخنه مولعه، كان حرفيا معمول فريش، وده كان احلى حاجه فعلا. فعلا يا جماعه الاكل اللي كنت باكله ده فعلا كان اكل تحسه اكل فانسي. تمام. مع انه فول وطعميه عادي، لكن كان فول وطعميه فانسي شويه، تقول عليهم جرين برجر بقى، وتقول عليه بص تقول عليهم زي ما تقول، المهم ده فعلا اكل حلو متخدم عليه يعني. اوكي. وتصورنا طبعا زي ما قلت لك كام صوره كده وهم بسطوا. فانا طبعا قلت له على فكره الوجبه دي اصلا تتكلف كام بره، هو حسبها كده قال لي عادي، هو كده كده مش فارق معايا، لانه هو حسبها بعمله بلده هو، وان احنا 4 وكده، فقال مش غاليه ولا حاجه عادي. لكن هي بالنسبه لي انا، يعني انا بالنسبه لي انا ايه، اسبوعين شغل. تمام. هقول لك السعر في اخر الفيديو، اقول لك الثمن الدفع على اخر الفيديو، اتفرج معايا للاخر عشان شفت اهو. المهم خلص اليوم لحد هنا، لا واحنا خارجين شفت واحد ايه بودي جارد كده، ايه بيتصور، مش بيصور عفوا، بيحمي يعني تقريبا شخصيه مهمه. تقريبا الشخصيه المهمه دي كانت سمراء اللون كده، فتحسه يعني مش سودان، او بلد كده مش مصريه يعني. هو فعلا حتى كان بيتكلم لغه تانية ما اعرفش بيتكلم ايه. البودي جارد ده بقول له ايه ده المسدس ده، صراحه الذكاء فيا بساله المسدس ده، وهو فعلا مسدس، يعني هو باين ان هو مسدس. لقيته مره واحده كده عشان أنا كنت قريب منه شويه، وهو كان جايب ظهره ليا يعني، مره واحده لف كده وقف ورايا، فبيقول لي ايه يا بطل. انا ما عملتش اي حاجه، انا فضلت واقف كده اللي هو اقول له في ايه، بسال بس. انا حرفيا خفت، لا يكون هيطلع سكينه ولا حاجه يثبتني بيها، ما اعرفش انا ايه الذكاء اللي انا فيه ده، ولسه ايه الذكاء، انا ما اعرفش. هو لما اني ولد صغير كده مش بفوش تهديد ولا حاجه، فقال لي خلاص مش وساب. لكن انا ما اعرفش انا عملت يعني، انا ما اعرفش ايه الغلط اللي انا عملته يعني. كان غلط ان انا اقرب، او هو ما خدش باله ان انا كنت بقرب، تقريبا ما خدش باله اصلا انا كنت قريب منه، تصدق. المهم خلص اليوم لحد هنا قوي كده، وروحنا. اليوم كان فكره كان طويل جدا، فضلنا تقريبا من الساعه، رحنا بصراحه تقريبا الساعه 10 او 9 حاجه زي كده، ورجعنا الساعه 4. رجعنا في اخر تقريبا الرحله بتقفل 5 6 حاجه زي كده يعني، احنا رحنا تقريبا وهم بيقفلوا، تقريبا روحنا واحنا بيقفلوا قصدي. فكان تجربه ممتعه، كانت اغلبيتها اجانب، واغلبيتها اسيويين. انا ما اعرفش الاسيويين احتلوا مصر. هو بيتكلموش انجليزي يعني، ما بيتكلموش اي حاجه، ما بيتكلموش عربي ولا بيتكلموا انجليزي، ما بعرفش اتكلم معاهم. انا قبل كده كنت بقول لواحده ويلكم تو ايجيبت، انت بتقول لي شكرا شكرا، بتقول لي شكرا، فاكرني بقول لها عايزه صوره، لا عشان كان كمان على صدري يعني، بتقول لي شكرا على الصوره يعني. بس هي كانت اللي هو مكشره كده، بتقول اللي هو كده، فاهم اللي هو يعني، انا ما قلتش ويلكم تو ايجيبت، ما قلتش حاجه تاني. كلام الناس اللي هي بتعرض صور وببلاش كده يعني. المهم الوجبه اللي احنا كلناها كانت ب 1500 تقريبا كانت 1500 لو انا متذكر صح، فانا اتصدمت يعني من الرقم. تمام. ده الفطار. خد بالك بقى الغدا يتكلم في كام، بقى الغدا بيتكلم في كام، انا ما اعرفش، انا ما اتبسطتش صراحه الغدا كان يتكلم في كام، ومش عايز اعرف الحقيقه الغدا يتكلم في كام، لان انا مش هاكل يعني غدا، ومش هاكل حتى لو رحت تاني مش هدفع تاني مش هاكل اصلا، فاهم؟ هجيب اكلي معايا، هجيب سندوتشات جبنه كده، جبنه نستو ولا اي جبنه وخلاص، وساندوتش فينو 5 جنيه ولا حاجه، كام رغيف كده وخلاص. وميه برضك من بره، ميه عاديه وخلاص، مش محتاج يعني، مش محتاج اكل في مطعم يعني، انا ممكن اكل عادي وانا واقف، وانا محترم بدأ باحترام كده. تمام. بس لكن هو بشكل عام التجربه كانت ممتعه جدا، وكانت مسليه جدا، وكانت رائعه، وهتبقى ممتعه قوي 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 لو يعني لو رحت قلت لك مع اصدقائك شباب كده صغيرين زيك يعني. تمام. بس هو ده كان فيديو النهارده، ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، ولو انت مش عارف تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان خاطري، عشان احنا قناه جديده محتاجين ان احنا نكبر، ساعدنا يا ابني نكبر. يلا اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامه.